سباغيتي بفواكه البحر ولي زيبيناغ كتجي لذيذه بزاف، ما غاديش تشبعوا منها. بالنسبه للسباغيتي عندي 250 غرام، كنسلقها واحد 10 ديال الدقائق، كنصفيها من الماء وكنزيد ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، كنخليها على جنب. كندير لها زبده باش ما تلصقش ليا. هنايا في مقله عندي زيت الزيتون، زدت لها واحد 250 غرام ديال الكروفيت اللي منقيه، وواحد الحبه ديال الكالامار، كنزيد لهم ملحه تحميره، شويه ديال الابزار، واحد جوج دروسه ديال الثومه، معلقه كبيره ديال المعدنوس. كنشحرهم هكا واحد 5 ديال الدقائق وكنحيدهم من المقله. وفي نفس المقله غادي نكمل الطياب. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وزيت الزيتون، وغادي ندير واحد الحبه متوسطه ديال البصله اللي شلتها رقيقه، جوج دروسه ديال الثومه تا هما مقطعين صغارين. كنزيد واحد الكميه هكا كبيره ديال لي زيبيناغ، واحد الفلفله كبيره حمراء مقطعه مربعات صغارين. غادي نزيد عليهم التوابل، عندي الملحه، الابزار، شويه واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره. بالنسبه عندي هنايا لا بيوري طوماط 500 غرام. غادي نزيد واحد ورقه ديال سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال المعدنوس. سنخلط هادشي هذا ونغطي عليه واحد عاوتاني 4 دقائق هكا حتى ل5 ديال الدقائق، بما تغلي ليا داك لاصوص. ونزيد السباغيتي ديالي، كنخلط هذاك لاصوص مع سباغيتي، وكنزيد من بعد داك الحوت اللي خليت على جنب. صافي تا هو كنخلطو عاوتاني، كنزيد حتى داك لاصوص اللي هبطات منه كنزيدها مع هاد السباغيتي. ومن بعد كنزيد واحد الكميه هكا ديال الفرماج، زيدو موتزاريلا ولا زيدو فرماج روج ايدام اللي عندكم، ولا تقدروا تستغناو عليه، راه ماشي بالضروره ديروه. كنتمنى تجربوها بصحه وراحه وبسلامه عليكم.